الله جل وعز سبحانه وتقدس جعل لكل شيء بداية وجعل له نهاية، فمهما بلغ الإنسان من الكبر عتيا لا بد أن يوارى إلى قبره، ومهما حاول الإنسان وكافح لكي يبقى في دار الدنيا لا بد من أن ينقل إلى البرزخ ثم إلى دار الخلود. لهذا سبحانه وتعالى لم يجعل لشيء على هذه الدنيا أبديا سرمديا سبحانه وتعالى. لهذا مهما سعى الإنسان، مهما بنى الأوطان، مهما بنى الأمجاد، مهما خلد أي شيء يحاول، الله عز وجل شانه وضع قاعدة سبحانه وتعالى: كل من عليها فان، انتهى. لهذا مهما بنيت سعيت طورت حاولت لا بد أن توارى أنت وجثمانك تحت التراب. هذه من سنن الله سبحانه وتعالى على أرضه. والمسلم الفطن دائما يسعى لما هو باقي ولا يسعى لما هو فاني. لهذا لو تأملت معي قال الله سبحانه وتعالى: والباقيات الصالحات، وصف الباقيات الصالحات. هل تأملت ما معنى الباقيات الصالحات؟ هي الأعمال الصالحة، هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن أهل العلم رحمهم الله قالوا: الباقيات الصالحات كل عمل صالح يسمى من الباقيات الصالحات، لأنه هو الذي يبقى. لهذا أنت كل شيء تسعى له في الدنيا يزول إلا الذي تسعى لله رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام ينحر شاة، فتقوم عائشة بتوزيع هذه الشاة، فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا بقي منها؟ قالت عائشة: يا رسول الله ذهبت كلها إلا الكتف. تقصد عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أي قمنا بتوزيع كل شيء وبقي عندنا الكتف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الكتف. وهنا نتساءل: لماذا كان عليه الصلاة والسلام يحب الكتف؟ قال أهل العلم رحمهم الله: لأن الكتف أبعد عن الأذى، أبعد عن الأذى وعن ما يخرجه الحيوان من قذرات وغيره، فالكتف هو أبعد ما يكون عن هذه الأمور. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عائشة ماذا بقي منها، قالت: يا رسول الله ذهبت كلها إلا الكتف. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا الكتف. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه توزيع لحوم هذه الشاة إنما سيدخره عند ربه سبحانه وتعالى. لهذا قال: بقيت كلها إلا الكتف. لهذا الإنسان مهما حاول عليه جاهدا أن يسعى ويبني له بيتا في الجنة ويلقى ربه سبحانه وتعالى وهو عنه راض. لهذا عندك بداية ولك نهاية. بدايتك لما قدر الله عز وجل شانه وتقدست أسماؤه فقال: إني جاعل في الأرض خليفة. ونهايتك حينما الله سبحانه وتعالى يأمر بقبض روحك، فحياتك تبدأ من نفخ الروح وتنتهي بخروج الروح. لهذا أنت تسعى في بدايتك إلى نهايتك أن تعمر نفسك في الجنة، لا أن تعمر نفسك في الدنيا. وهذا لا يمنع أن الإنسان يطور نفسه في الدنيا ويسعى جاهدا في الدنيا، ولا يمنع هذا أن يحاول أن يطور نفسه بكل شيء. لهذا من أسماء الله الحسنى الآخر سبحانه. هذا الاسم يعطي للقلب خشوعا، ويعطي للنفس طمأنينة، ويعطي حتى لهمتك ماذا؟ أن تقوى بفضل الله، لما تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الآخر، أي لا يبقى بعده أحد سبحانه. يموت كل الناس حتى ملك الموت يتوفاه رب العباد بأمره سبحانه وتعالى. لهذا أنت لما تعلم أن الله عز وجل شانه هو الآخر الذي لا يبقى بعده أحد سبحانه وتعالى، وهو الآخر بلا انتهاء، يعطي لقلبك ماذا؟ الأمل بأنك ستلقى رب العباد سبحانه وتعالى، وأن هذه الدنيا ليست بدار كرامة وليست بدار مقامة. لهذا بما أنها ليست بدار كرامة ولا مقام، اعلم أننا عنها سنرحل بإذن الله. بما أنك سترحل لا بد
أن تسعى جاهدا. لماذا؟ لتدخر عند ربك سبحانه وتعالى عملا يدنيك منه ويدخلك جنات تجري من تحتها الأنهار. لهذا انظر لباقي الملل، يعبد صنما له بداية وله نهاية، سبحانه وتقدس عما يشركون. لهذا الحمد لله أن الله عز وجل شانه هدانا للإسلام.